السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. تخيل ان انت تكون نايم بعد يوم طويل ومتعب، وفي نص الليل تحس ان انت مش قادر تتنفس. مرة واحدة تحس ان سمعك بدأ يتقل، اصواتك بدأت تبعد، قلبك بدأ يقف مرة واحدة بدون اي مقدمات. كده تلاقي سكوت تام حصل، وبعدين خلاص تفكر ان انت خلاص سلمت اخر اوراقك، ومرة واحدة تلاقي نفسك رجعت تاني. بس في حاجة غريبة، في حاجة مش طبيعية رجعت بيها، في إحساس عايز تعبر عنه بس مش عارف. للأسف ده مش حلم ولا هلوسة، دي تجارب حقيقية وحصلت مع ناس كتير ومروا بيها، اللي هي تجربة العودة من الموت. واحد زي كيفن هيل اللي عاش تجربة نادرة ومرعبة لما قلبه وقف بسبب النزيف الحاد الناجم عن مرض نادر جدا يعرف باسم التكلس التفاعلي أو الكالسيفليكسز. رغم اللحظات الصعبة والمؤلمة اللي كيفن مر بيها، بس كان بيقول إن تجربة الموت اللي هو مر بيها كانت مسالمة جدا وهدوء تام، وحس إحساس سعادة وحب ما حسوش أصلا وهو عايش. كيفن كان بيعاني من تورم شديد في رجله، واتشخص باحتباس المية الشديد في رجله، وخضع لعلاج مكثف وعمليات جراحية كتير في قلبه. بس بعد العملية الجراحية كيفن للأسف دخل في مضاعفات نادرة، ودخل كيفن في حالة نزيف شديد أدى لخسارة 5 لتر من الدم، وقلبه وقف فترة بسبب النزيف ده. بس المرعب إن في اللحظات دي كيفن قال إن هو كان حاسس إنه انعزل عن جسمه وانفصل، وبقى واقف في الأوضة اللي بتتم معالجته فيها، وشاف الطاقم الطبي وهو عمال يحاول يوقف النزيف اللي هو بينزفه ده. في الوقت ده للأسف عرف كيفن إن هو مات، بس بعدين راح كيفن صحي ولقى النزيف وقف وهو لسه عايش. ولما سأله كيفن قال إن هو كان شايف وحاسس وسامع كل اللي بيحصل حواليه، وكان حاسس إن هو أصلا واقف مع الطاقم الطبي وشايف نفسه وهو بينزف. واحدة زي أنيتا مورجاني بعد ما حاربت كتير مع مرض السرطان في عام 2006، بعد معاناة استمرت ل4 سنوات مع مرض السرطان، أنيتا دخلت في غيبوبة بسبب إن جسمها ما بقاش قادر يستحمل أكتر من كده. وأثناء نقلها للمستشفى حست أنيتا إن هي ابتدت تحس إن العالم يكون غريب، وبدأت تفقد وعيها تدريجيا. ولما وصلت للمستشفى الدكتور شاف حالتها ولقى ان حالتها متاخره جدا وميؤوس منها، وراح قال لاهلها ان في اعضاء في جسمها اصلا وقفت، والاورام انتشرت في جسمها جدا، وجهازها الليمفاوي اتملى بالاورام، ودماغها ورئتيها اتملوا سوائل، وجلدها اتملوا تقرحات وسموم. وقال لهم ان الحاله دي بكتيرها بالليل وهتموت. بس الغريب ان انيتا في الوقت ده كانت حاسه وشايفه كل اللي بيحصل، وقالت في الوقت ده كانت حاسه ان هي منفصله عن الجسد بتاعها، وكانت واقفه وشايفه كل اللي بيحصل حواليها ده، شايفه اهلها وشايفه الناس اللي حواليها. مش كده وبس، وكمان قالت ان هي شافت ارواح ناس ميته من اهلها كانوا واقفين برضه. والاغرب ان هي لما فاقت بعدين كانت عارفه حاجات حصلت اثناء الغيبوبه بتاعتها. هل دي مجرد هلوسه ولا دي دليل على حاجة تاني؟ طيب لو جينا نشوف بقى التفسير العلمي للحاجات اللي بتحصل دي، هنلاقي ان العلماء بيقولوا ان لما الجسم بيمر في حالة حرجة المخ بيبتدي يفرز مواد كيميائية زي الاندورفين والدوبامين. عشان كده لما بيجي الواحد بيكون قرب من الموت او حالته بقت حرجة جدا، بيحس ان هو بقى في سلام تام. كمان نقص الاكسجين في الدماغ بيخليك تهلوس وتشوف حاجات مش موجوده، فده برضو ممكن يكون بيفسر الرؤى الغريبه اللي انت بتشوفها. في دراسه دوليه كانت بقياده الدكتور سام بارنيا استمرت 4 سنين، شارك فيها 2060 حاله توقف قلب او كاردياك ارست في اكتر من 15 مستشفى حوالين العالم كله. كشفت ان تجربه الموت اكتر بكتير من تجربه ان انت تقرب من الموت بس. والحاجات اللي هم بيشوفوها دي والا اللي حاجات قليله خالص من اللي هو هتشوفه لو مت. الدكتور بارني قال ان الموت مش لحظة محددة، هي عملية ممكن لو التدخلات المناسبة في الوقت المناسب حصلت تتعاكس. لو القلب والرئتين والمخ وقفوا دي حالة بتسمى بالكاردياك ارست، ولو التدخلات دي فشلت فده بيسمى بديث اللي هو خلاص مات كده. فالدراسة دي كانت معمولة عشان يعرفوا ازاي الموت بيتم او التفسير العلمي للموت. 39% من الناس اللي نجوا من توقف القلب ده حسوا بحالة وعي كويسة، بس ما كانوش فاكرين اللي حصل بالظبط. و46% من الناس اللي هم جربوا تجربة الموت دي قالوا ان هي ما كانتش ماشية معاهم زي ما كانت ماشية مع الباقيين، يعني ما كانتش ماشية بهدوء وسلام. في ناس كانوا بيقولوا ان هي كانت مرعبة وكانت تجربة سيئة جدا ومؤلمة، مش زي ما كانوا التانيين بيقولوا. 9% بس اللي كان عندهم التجارب دي بهدوء وسلام تام خالص، و2% بس
بس حسوا بتجارب ان جسمهم بينفصل عنهم وبيفتكروا كل الحاجات دي واضحة جدا. بعض من نتائج الدراسات دي قالت ان الحالات اللي هم بيحسوا ان جسمهم انفصل عنهم وبيشوفوا حاجات مش موجودة، ان دي مرتبطة باحداث حقيقية مش مجرد هلوسة يعني وخلاص. وكتير من الناس ممكن يكون عندهم تجارب مرتبطة بالموت دي بس بينسوها اول ما بيصحوا تاني بسبب تأثير أدوية مثلا أو إصابة في الدماغ مثلا أو أي حاجة تاني. الدراسة بتوضح إن مش كل الناس اللي مروا بتجربة الموت دي شافوا نفس الحاجات اللي الناس التانية شافوها، وإن التجربة دي أصلا أعمق وأوسع وليها تفسيرات لسه ما اتفسرتش. في النهاية تجربة الموت دي لسه فيها علامات استفهام كتير وحاجات كتير مش معروفة. هل هي فعلا مواد كيميائية بتطلع من الدماغ بتعمل كل ده، أم هم فعلا بيموتوا وبيشوفوا حاجات بره العالم بتاعنا؟ فعلى العموم لو انت دورك جه كل الدراسات والحاجات دي ملهاش اي لازمه، فانت اجهز من دلوقتي عشان لما دورك يجي بعدين ممكن ما ترجعش.